تمرين جديد ازاي نصلح العلاقة. في الايام اللي فاتت قلنا نكتب الحاجات الايجابية في الشخص ونركز عليها. طيب الصفات السلبية بقى دي هنعمل فيها ايه؟ صفات الشخص السلبية خلينا نكون متفقين ان انت مش هتقدر تغير الشخص، لازم تقبله زي ما هو. مش احنا بنخش في علاقاته اللي اتغير عشاني، لا، هو مش مطلوب ان هو يتغير عشانك، المطلوب اللي انت عرفته زي ما هو وانت لسه لحد دلوقتي ده بتسمع الفيديو ده لسه قابل ان انت تكون في العلاقة، يبقى قبل الشخص زي ما هو. طب اعمل ايه في عيوبه اللي هي طول الوقت بتصدم بيها؟ حاول تتفاداها، حاول تتجاهلها. يعني زي ما بيقولوا كده نرحم عيوب بعض، ارحم ضعفه في مواقف كتير. يعني في ستات بتيجي تشتكي ان جوزي بيخاف من المواجهة، لما بنخش في مشكلة بيتهرب، بياخد موقف وساعات ما بيقوليش ليه. نحاول نشوف لغة حوار تانية غير ان انت لازم تقعدوا وتتكلموا ومش عارفة ايه ودلوقتي ولازم وساعات بيبقى العكس على فكرة، ساعات الست اللي بتعمل كده والراجل بيبقى عاوزها تقعد تتكلم دلوقتي. لازم نفهم عيوب بعض ونعرف نتفاداها. يعني لو هو بيخاف من المواجهة ما تضغطوش في الوقت ده، اسيبه كده يرتاح شوية وبعد ما يهدى اقول له انت خايف من رد فعلي، الرد الفعل اللي انت بتعمله ده بيكون اسوأ، انت كده بتسيبني للافكار السلبية، بتسيبني لافكاري تبني سيناريوهات كتير جدا، هكون اسوأ من الموقف اللي احنا فيه، بس ده مش في وقتها. لو مثلا مراتك بتكذب كتير عشان خايفة، نحاول نتفادى ده ان احنا نطمنها اكتر. ايا كان عيوب الشخص حاول ما تركزش عليها، وحاول ما تحطهاش في وشك طول الوقت وطول الوقت عاوز تغيره وطول الوقت عاوز تلويه عشان ان كان بالضغط او كان بالقمص او كان بالصمت العقابي او كان باي طريقة عشان يعمل اللي انت عاوزه او يتغير. هو مش هيتغير، اقبله زي ما هو. فدلوقتي التمرين اللي احنا هنعمله سوا ايه؟ دلوقتي هنعمله بس مش هنقوله لبعض، كل واحد يكتب العيوب اللي بتضايقه في العلاقة، طبعا هقول ان انا وهو نعمل ده، ويبتدي يحط برنامج ازاي يتفاداها. يحاول على الاقل الفترة ما يركزش فيها، ما هوش طول الوقت ده جبان، ده خاين، ده مش عارفة ايه، خصوصا موضوع خاين ده. لو هو خاين وانت لسه مستمرة او يبقى انت مستمرية ليه، ده من يا اما تسامحي وتعدي وتشوفي هو خان ليه، ايه مشكلته في الخيانة، كان محتاج اهتمام، كان محتاج ولا هو فيه عيب في شخصيته. لكن ما نقعدش نمسك غلطات بعض وعيوب بعض ونقعد 24 ساعة ندبح فيها، يا اما نتفاداها يا اما ننهي العلاقة، لان كده هتبقى الموضوع صعب قوي في التعايش. فانا هكتب عيوبه وابتدي احاول عيب عيب اتفاداه معاه. يعني ما احطش طول الوقت اركز فيه، او طول الوقت مركزه على ايجابياته، مركزه على الصفات الايجابيه اللي فيه، مركزه على الحاجات اللي انا عاوزاها تزيد، واتفادى تماما اي موقف يخليه في بينا احتكاك على عيبه الشخصي. انا دايما بقولها لهم، قلت يا واد طنش خالص، العيب ده شويه بشويه 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 هيبتدي يقل، لكن طول ما انت هتواجه العيب ده الدنيا هتبوظ خالص. كان معاكم دينا.